بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معلش على صوتي بس لان عندي برد وكده. هنعمل بقى النهارده كده وجبة بقى لذيذة كده. لو عندك بطاطس يعني مكونات سهلة وكمان شكلها كده زي ما انتوا شايفين تحفة وطعمها جميل وبتتعمل في خطوات بسيطة. هنحتاج هنا مع بعض بس بطاطسيتين حجم متوسط، او زي ما انتوا شايفين كده انا جبت 3 كده حجم متوسط. همسك بقى كده اقطعهم مكعبات. وكمان هنا هجيب فلفل، ممكن تستخدمي فلفل رومي او فلفل حامي. هجيب هنا قرنين هنا حاميين واقطعهم مكعبات. هجيب بقى هنا طاسة كده، وشفتوا بقى البتاع بتاعت الزيت اللي انا اشتريتها جديدة دي، قلت اما اوريها لكم. هاخد بقى كده رشة زيت كده، ونبدأ بقى نشوح فيها الفلفل. هديله تشويحة كده، وبعد كده هنزل عليه بالبطاطس. اديت لهم هنا كده تقليبة، وهبدأ بقى احط الملح والفلفل. ممكن تحطي حاجات تانية غير الملح والفلفل، ممكن لو عايزة تضيفي اي مكونات تانية تضيفي مع البطاطس والفلفل. ممكن تبشري بصل، عايزة تضيفي توم ضيفي. هنا حطيت ملح وفلفل اسود بس، ممكن تحطي كمون كزبرة، اي توابل انت عاوزاها ممكن تضيفيها. واحط لها كمان نص كوباية مية كده عشان تستوي. واقوم رايحة مغطياها بقى، اسيبها بقى تستوي. كل شوية تبص عليها كده، لو احتاجت مية تانية ما استوتش يعني زودي لها. كفاية تمام. وهنعوزها مثلا حوالي 90% كده سوا. كده بقى هنا ناقص 3 بيضات. هضرب 3 بيضات كده، احط لهم ملح وفلفل اسود، واقوم ضرباهم ونحط عليهم المكونات اللي احنا عملناها اللي هي البطاطس وكده. ونديها بقى تقليبة حلوة، واحط رشة جبنة موتزاريلا.
في الطاسة بقى ما تكونش كده بتلزق، عشان ايه إن تطلع فطيرة كده زي ما انتوا شفتوها كده في الاول، تكون الطاسة ما بتلزقش. تحط فيها كده ايه نقطة زيت وادعكها بقى كويس كده، واقوم رايحة حاطة بقى المكونات كلها وموزعة توزيعة حلوة، عشان ايه تطلع كده بشكل دايرة. وحطيت بقى كده المكونات، وهبدأ بقى ان انا اوزعها توزيعة حلوة عشان تطلع بشكل دايرة. احط هنا بقى رشة جبنة كده على الوش، وهغطيها لغاية ما الجبنة دي ايه تسيح خالص. لما الجبنة هنا كده ساحت، ممكن خلاص تستكفي بالخطوة دي، بس يعني هبقى حبيت اديلها لون، وهحطها في الفرن ايه تاخد كده ايه لون من فوق. وكده هي طلعت. شوفوا بقى شكلها النهائي بقى جميلة. اعملها كده من الاطراف وانزلها بقى في الطبق، وابدا بقى ان اقطعها واقدمها. عايزه اقولكم بقى تنفع فطار غدا عشاء، وجبه متكامله حلوه قوي، وكمان شكلها حلو ومفيده. ممكن تضيفي اي اضافات تانية فيها، حطي اي بقى مكونات زي ما انت عاوزه. ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش من الدعاء واللايك والاشتراك في القناه، عشان يوصلكم كل جديد. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.